السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة استثنائية على قناتكم موروكو ستاديوم، القناة اللي كتوصل لكم الواقع الرياضي المغربي من قلب الحدث وسط الورش الكبير ديال ملعب طنجة اللي كيشهد تحولات كبيرة في كل زاوية. اليوم ماشي غير جينا نشوفوا السقف والهياكل، اليوم غادي ندخلوا للعالم الداخلي ديال هذا العملاق. واخا تشوفوه من برا بحال ملعب، من الداخل راه مدينة قائمة بداتها. أول حاجة كتشد الانتباه هي الكوزينة التقنية، ماشي كوزينة بالمعنى التقليدي، ولكن هنا كنقصدوا المركز العصبي ديال الملعب. كاين غرفة التحكم الرئيسية فيها شاشات كبيرة وحواسيب متطورة كتراقب كل صغيرة وكبيرة في الميدان، من الإنارة، الصوت، الكاميرات وحتى نظام السلامة. كاين السيرفر روم، غرفة مغلقة فيها تجهيزات إلكترونية كتسير العمليات التقنية كلها بحال البث المباشر واللوحات الرقمية. كاين حتى مركز الاتصالات الداخلي باش جميع الفرق التقنية تتواصل مباشرة في حالة الطوارئ أو أثناء المقابلات. كل شيء هادشي بحال الكوزينة في دار كبيرة خدامة بصمت ولكن كتسير كل شيء. ومن بعد كندوزو للصالون، المنصة الشرفية. المنصة الشرفية في ملعب طنجة الكبير ماشي عادية، كراسي جلدية فخمة بتصميم مريح محطوطة على شكل مدرج أنيق، زجاج بانورامي عازل للصوت باش المسؤولين والضيوف يشوفوا المقابلة بكل وضوح بلا ضجيج. كاين نظام تكييف خاص باش الضيوف يحسوا بالراحة في كل فصول. من الداخل المنصة فيها قاعة استقبال بتصميم مودرن فيها ديكور مغربي كلاسيكي ممزوج بتكنولوجيا حديثة، بحال شي صالون ملكي مخصص لكبار الشخصيات، الضيوف والسفراء الرياضيين. المرافق الخفية، عالم متكامل للخدمة. منين كتدخل اللور كتلقى غرف تبديل الملابس بمساحات واسعة، لكل فريق غرفة مستقلة فيها دوشات، لوكرات فردية وشاشات تكتيكية لشرح الخطط. قاعة تدليك واستشفاء فيها معدات حديثة، طاولة تدليك، ثلج علاجي وأجهزة طبية رياضية. غرفة المعدات فيها كل شيء من كرات، شباك، أقمصة وحتى معدات إضافية للاحتياط. المصاعد الخاصة كتربط بين المدرجات والأنفاق السرية باش اللاعبين يدخلوا مباشرة للملعب بدون ما يحتكوا بالجماهير. وكل شيء هادشي منظم ومربوط بنظام ذكي ديجيتال بحال ماشي في ملعب، بحال في واحد المختبر رياضي. التقنيات الخفية ما كتشوفهاش ولكن خدامة. كاميرات مراقبة 360 درجة كتراقب كل زاوية مربوطة مباشرة بغرفة التحكم. نظام الصوت المحيط مدوز في السقف باش المعلقين والجماهير يسمعوا كل شيء بوضوح. أجهزة إنذار واستشعار متقدمة ضد الحرائق، الحوادث وحتى الزحام، وهذا الشيء كامل مربوط بواحد السيرفر مركزي وفريق تقني خدام ليل ونهار باش كل لحظة تمر في السلام. شنو خاصنا نعرفو؟ ملعب طنجة الكبير ماشي غير بلاصة باش تلعب فيها الكرة، راه مدينة رياضية داخل المدينة، كل جناح، كل قاعة، كل زاوية معمول بدقة وبمعايير عالمية. وهذا التطور ما جاش من فراغ، جا من إرادة وطنية باش نكونوا في المستوى ونستقبلوا كأس إفريقيا 2025 وربما كأس العالم 2030. قولوا لنا في التعاليق واش كنتوا كتعرفوا هاد التفاصيل الدقيقة؟ شنو كتر حاجة فاجأتكم في العالم الداخلي ديال ملعب طنجة الكبير؟ واش كتشوفوا أن المغرب ماشي في الطريق الصحيح لتنظيم بطولات عالمية؟ ما تنساوش تشجعوا المحتوى المغربي وتبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء. وكان معكم الطاقم من موروكو ستاديوم، ديما معكم، ديما في الميدان وديما من قلب الحدث. السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قناة موروكو ستاديوم. اليوم رجعنا لكم بجولة خرافية من قلب الأشغال اللي كتشهدها واحد من أكبر وأهم الملاعب في المغرب، ملعب طنجة الكبير. أشغال اليوم واخا نقولوا عليها تقدم كبير راه ما غنعطيوهاش حقها. التيران ولا كيبان بحلة جديدة، الشكل عالمي، منظر كيحمق ومستوى ما عمرنا شفناه من قبل في بلادنا. أول حاجة غادي تشدك في هذه الجولة الجوية هي الهيكل الحديدي العملاق. السقف كيتبنى بطريقة احترافية، كل قطعة كتركب بدقة متناهية. الرافعات خدامة 24 على 24 وكل نهار كتزاد قطع جديدة، وكيبانوا بوضوح خطوط تصميم اللي غادي تغطي التيران كامل.
الهيكل ماشي غير زينة، راه مخصص باش يضمن الراحة للجمهور، يحميهم من الشمس والمطر، ويعطي الملعب طابع معماري عصري وكبير. شكله داير بحال الملاعب الأوروبية، واللي كيعرف الإنشاءات غادي يفهم الحجم الكبير ديال الخدمة والتقنيات اللي كتستعمل. ندوزو دابا للعشب. العشب الطبيعي ولا خضر كيضوي، مخدوم بطريقة احترافية، مخطط بداك الشكل اللي كيعطي جمالية بصرية في الكاميرا. حتى القطع ديالو مقصوصة بدقة وما كانش فيه حتى شي عيب، وهذا الشيء كيدل على أن الفرق المكلفة بالعشب كتشتغل بتجهيزات حديثة وناس فاهمة شغلها. المدرجات راه ما نقولكش، الكراسة الزرقاء والبيضاء كيتنسقوا بشكل رائع. الجهة اللي قدام الكاميرات بداو كيساليو فيها، والخدمة ماشية بسرعة. المدرجات ولاو كيعطيو واحد المنظر فخر، والجلسات واضحة ومريحة. وإلا طلعنا الكاميرا الفوق غادي تشوفوا المنظر الخارجي ديال الملعب كامل، ورش كبير منظم فيه تحركات من كل جهة، المدخل الطرقان اللي كتوصل للملعب، مواقف السيارات، وحتى الساحات الجانبية. كيتوجد كل شيء باش يكون الملعب محاط بالبنية التحتية اللازمة اللي غادي تستقبل آلاف الجماهير. وخارج التيران كاينين حتى تجهيزات إضافية كتخدم الإعلام، الضيوف، الأمن واللاعبين. غرف الملابس كيتوجد فيها تجهيزات جديدة، قاعات ندوات كتعمر، والنظام الصوتي والإضاءة حتى هو في مرحلة التثبيت. الملعب غادي يكون جاهز لمنافسات كبرى، وأولها كأس الإفريقيا 2025. وما نساوش أن المغرب مرشح ينظم كأس العالم 2030، وملعب طنجة مرشح يكون في الملاعب الرئيسية. يعني الأشغال ماشي غير من أجل الترميم، بل من أجل المستقبل الكروي في المغرب. الجمهور الطنجاوي والمغربي عامة كيستاهل ملعب في هذا المستوى، وبهذا الإيقاع باين أن النهاية قربات، وغيكون عرس كروي ملي تفتح الأبواب من جديد. واخا الصور كتعطي فكرة، لكن الواقع كيحمق أكثر، وحنا في موروكو ستاديوم غادي نبقاو معاكم خطوة بخطوة، كل نهار كل مرحلة، حتى نشوفوا هذه المعلمة كتكمل وكتفتح رسميا. ما تنساوش تشاركوا في القناة، ديروا لايك، وخليوا لنا الرأي ديالكم في الكومنتات. شنو أكثر حاجة شداتكم؟ واش كتشوفوا أن الملعب فعلا غادي يكون عالمي؟ إلى اللقاء، وديما المغرب، ديما الملاعب، ديما الحماس.